بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا بد من الصبر في طلب العلم، فإن الله سبحانه وتعالى يرسل ملائكة متخصصة للدعوة لمن يصبر على طلب العلم. فإن القوم إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله فإن الله ينزل عليهم السكينة وتتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. فما أعظم هذه النعم العظيمة علينا، ونشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده الذي من علينا بمثل هذه الأماكن الطيبة في هذه الدروس التي ندرس فيها مراد الله سبحانه وتعالى وغايته من خلق الخلق. اليوم معنا كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري، ووصلنا إلى باب وإذا الفتنة من قبل المشرق. نعم، وصلنا إلى باب الفتنة التي تموج كموج البحر، الصفحة السادسة التي تموج كموج البحر. باب الفتنة أسفل، وجدتموها يا أخوان؟ وجدتوها؟ باب الفتنة التي تموج كموج البحر. واختصارا سنترك الإسناد، يعني الرجال نتركهم، نبدأ بالحديث مباشرة. فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى: في صفحة 7 السطر الأول قال: حدثنا شقيق سمعت حذيفة يقول. الصفحة 7 السطر الأول في المنتصف في آخره يقول: حدثنا شقيق سمعت حذيفة يقول: بينما نحن جلوس عند عمر. حذيفة يقول: بينما كنا ذات يوم جلوسا عند عمر بن الخطاب وهو أمير للمؤمنين، يعني بعدما أصبح خليفة للمسلمين. وعمر رضي الله عنه كان يقدم كبار الصحابة عنده ليستشيرهم، فالصحابة بعضهم يعلم ما يخفى على عمر كما أن عمر يعلم ما يخفى على بعض الصحابة، فكل صحابي عنده علم ليس عند الآخرين، كما أن عنده علما عند الآخرين، فكل صحابي عنده شيء جديد. فعمر يقرب أصحابه الكبار من أجل أن يستفيد منهم علما جهله. الآن سنعلم كيف أن عمر استفاد من حذيفة علما جديدا، وعمر قد تقدم به السن ومع ذلك خفي عليه هذا الأمر، مع أن عمر في هذه الحالة كان كبيرا وخليفة، ولكنه مع ملازمته للرسول عليه الصلاة والسلام فاته شيئا من العلم. فاليوم سنعرف أن حذيفة علم شيئا جديدا على عمر. بينما كنا جلوس عند عمر رضي الله عنه إذ قال عمر: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ يعني أعطوني حديثا قاله الرسول يحذر من الفتن، يعني من الصوارف التي تصرف الإنسان عن دينه. قال أي حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حذيفة أراد أن يبين الفتنة الخاصة للإنسان، هناك فتن خاصة وهناك فتن عامة. قال حذيفة: يا عمر، إن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن هناك فتنة وهناك علاجا، يعني مرض وعلاج. المرض الأول قال: فتنة الرجل في أهله. قد يكون أهلك يساعدونك على الخير، وقد أحيانا يساعدونك على التكاسل والتباطؤ عن الخير.
فيفتن الإنسان في أهله. ربما زوجته تقول لا تعطي الفقراء، نحن أولى بذلك، لا تأتي بالضيوف تكرمهم، نحن أولى بذلك، فترشده إلى الخطأ. طيب هذا الخطأ كيف يكفر؟ سنعرف الآن ما هو علاج هذا الخطأ. أيضا في أهله وماله، قد إنسان يحب المال فلا ينفق ولا يتصدق، يفتح له مجال للإنفاق، يأتي أناس يقولون يتبرع بالعمل كذا، أو يرى فقيرا يحتاج أو أخوه المسلم يحتاج فيمسك المال. هذه بلا شك اختبار من الله، أعطاك المال لك ولغيرك، أعطاك المال، فإن زاد المال أعطه غيرك ولا تبقه، أعطي غيرك عند الحاجة. طبعا إذا احتاج الناس فتعطيهم على قدر ما تستطيع، ليس كله وإنما على حسب ما تستطيع. فإذا أمسكت هذه فتنة واختبار. ما علاجه سيأتينا. قال فتنة الرجل في أهله، يعني في زوجته وأولاده، يفتن الإنسان في أولاده، لا يدعوهم إلى الصلاة، إذا تكاسلوا لا يأمرهم وينهاهم، يكبر الابن ولم يحفظ شيئا كثيرا من القرآن، أو الأب مسؤول عن أولاده. هذه بلا شك أنها فتنة وخطأ من الإنسان واختبار. أعطاك الولد من أجل أن تربيه على طاعة الله، فإن قصرت هذا مرض. ما هو العلاج سيأتينا. قال وماله وولده وجاره، قد تؤذي جارك، وقد أولادك الصغار يزعجون جارك، وجارك يتألم ويستحي أن يكلمك، هذا مرض. تجعل أولادك يعبثون ببيوت الجيران وأنت بارد لا تهتم، هذا مرض وهذا مصيبة وهذا فتنة وهذا خطأ. ما علاجه سيأتينا. قال تكفرها، هذا هو العلاج. الصلاة، إن أخطأت فالصلاة تمسح الخطأ، والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعالج هذه الأخطاء. طيب قال عمر ليس عن هذا أسألك، لا أسألك عن الفتنة الصغيرة، الفتنة الخاصة للإنسان في أهله وزوجته وأولاده، أسألك عن الفتنة على المجتمعات كلها، يعني الفتنة الضخمة كبيرة. لا أسألك عن فتن الخاصة، بل أسألك عن الفتن العامة التي تختبر الناس فخطر عليهم. فماذا قال الناس؟ الناس سكتوا. جاء في صحيح البخاري أيضا ومسلم قال فأسكت القوم. عمر يقول من يحفظ منكم الفتنة؟ قال حذيفة وغيره نعم نحن نحفظ. الرسول قال كذا وكذا، قال لا 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 هذه فتنة صغيرة، أنا أريد فتنة كبيرة. قال حذيفة فأسكت القوم، أي سكتوا ولم يعلموا جوابا، ما عندهم علم، ليس عندهم علم في الفتنة الكبيرة الضخمة، إلا واحد فقط يعلم. من هو؟ حذيفة. قال أنا. قال عمر أنت تعلم الفتنة الكبيرة؟ قال نعم. قال لله أبوك. جاء في البخاري في غير هذه الرواية لله أبوك، يعني أبوك قد أنجب ابنا ذكيا لبيبا، يعني يثني عليه، لقد جاء أبوك بك وأنت من أحسن الرجال. كيف لصقت بالرسول حتى سمعت حديثا لم يسمعه غيرك؟ أخبرنا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. عرفتم الآن يا إخواني؟ فحذيفة الآن سيقول حديثا عظيما لم يحفظه ويذكره سواه من كبار الصحابة رضي الله عنهم. قال ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج، يعني الفتنة التي تموج كموج البحر. رأيتم التسونامي عندكم في أندونيسيا قبل سنوات؟ هذا الذي من أهلك 10 أشخاص 20 آلاف البشر مع البيوت مع السفن، ودخل إلى داخل اليابسة. عمر يقول أريد مثل هذه التي تكون مثل موج البحر، تضرب الناس قتال شديد، تقتلهم وتزلزلهم. أعطيني حديثا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة يقول يا أمير المؤمنين يا عمر ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني إن أصابت غيرك أنت لا تصيبك، بينك وبينها باب عظيم جدا لا تأتي الفتنة إليك. قال إن بينك وبينه بابا مغلقا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
هذه الفتنة العظيمة الضخمة تفتح الباب وتدخل أو تكسر الباب؟ قال بل تكسره، يعني هذه الفتنة تكسر الباب كما كسرت تسونامي البيوت على الناس ثم تضربهم. فقال عمر هذا الباب يفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. حذيفة قال عمر إذا كسر لا يغلق أبدا، الفتنة تدخل دائما، ليس هناك باب. من هو ذلك الباب؟ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما انكسر عمر ومات جاءت الفتن على المسلمين. عمر كان قويا، كان مهابا، كان يملك 22 دولة. كان عمر يملك 22 دولة، ما يخافه الرجال فقط بل حتى الشياطين تخافه. لو سلك فجا عمر بن الخطاب لسلك الشياطين فج طريقا آخر من هيبته، حتى أن بعض النساء التي تحمل إذا سمعت عمر أحيانا يغضب، إذا غضب وتكلم تسقط الجنين، تخاف. إذا قال اتقوا الله أو غضب وتكلم إذا سمعته سقط الجنين. من عمر رضي الله عنه يعني كان جاء في الإسلام في الوقت المناسب، كان قويا جدا. فلما انكسر الباب أرأيتم بعض الآباء يكون قويا في بيته وأولاده يحاولون الفساد أو ما يستطيعون، ثم إذا مات هذا عمر رضي الله عنه. فعمر يقول يا حذيفة هذا الباب يفتح بالتدريج أو يكسر، يعني الفتنة قوية؟ قال يكسر، يعني تقتل يا عمر. قال عمر إذا كسر الباب فإنه لا يعود. عمر كان، انظروا يا أخوان، هذه لغة خفية. الصحابة يقولون من هو الباب؟ وخافوا أن يسألوا حذيفة فأرسلوا تابعيا يحبه حذيفة، قالوا اذهب واسأل حذيفة هل كان عمر يعلم من هو الباب؟ فجاء شقيق إلى حذيفة وقال يا حذيفة هل كان عمر يعلم من هو الباب؟ قال نعم يعلم، مثل ما يعلم أن هذا اليوم جاء بعد أمس. لو قال لك أحد اليوم هذا ليس قبله ليلة الثلاثاء، إن قبله ليلة الخميس، ماذا تقول؟ تقول له تكذب، أليس كذلك؟ ما هو اليوم؟ هذا اليوم ما هو؟ الثلاثاء، والبارحة ليلة. لو قال شخص البارحة هي ليلة الخميس ماذا تقول له؟ أتكذب أنت. قال إن عمر يعلم من هو الباب كما يعلم أن ليلة البارحة جاء بعدها هذا اليوم، يعني يعلم علم يقيني ليس بالأغاليط، ليس بالمخدوع أو يشك أو يعرف بأن. قالوا من يا حذيفة من هو الباب؟ قال الباب هو عمر بن الخطاب. هذا معنى هذا الحديث. قال ولكن التي تموج كموج البحر. قال يا حذيفة ليس عليك قال يا عمر ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل لا بل يكسر. قال عمر إذن لا يغلق أبدا. قلت أجل، يعني يؤكد حذيفة قال نعم يا عمر إذا كسر لا يغلق، يعني الفتن ستستمر ولن تنتهي. قلنا حذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال حذيفة ماذا؟ نعم كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، أحاديث ليس فيها أغاليط، ليس فيها يعني تلاعب أو مخادعة، بل حديثا واضحا بينا. فهبنا أن نسأله من الباب. هبنا يعني خفنا أن نسأل حذيفة. حذيفة كان يعني مهابا يخافونه، فيقول الصحابة خفنا أن نسأل حذيفة من هو الباب. فأمرنا مسروق هذا من التابعين كان يحبه حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله، يعني سأل مسروق حذيفة، السائل مسروق والمسؤول حذيفة. فقال من الباب؟ قال حذيفة الباب هو
عمر بن الخطاب. هذا هو الحديث. يا أخواني، ماذا جاء بعد مقتل عمر؟ قتل عثمان بن عفان، ثم ليس قتل علي، حروب عظيمة بين الصحابة، قتل صحابة قتلوا صحابة قتلوا صحابة، حتى كادت عائشة أن تقتل معهم، خرجت للقتال. وصفين، معركة الجمل ومعركة صفين، وقتل الحسين بن علي سيد شباب أهل الجنة، وأيضا قتل قتل علي بن أبي طالب، والذي حصل بين الحسن ومعاوية بن أبي سفيان حتى كادوا أن يقتتلوا، فتنازل الحسن وسمي العام عام الجماعة. ثم في عهد معاوية كانت مشاكل كبيرة بين المسلمين حتى قلت بلاد المسلمين، أصبح الكفار ينتصرون وينتقلون، حتى ضعف المسلمون في العهد الأموي والعهد العباسي وما بعده، ثم تفرق المسلمون. متى تفرقوا؟ بعدما كانوا أقوياء، بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا هو معنى هذا الحديث. الحديث الذي يليه عن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا أبو موسى الأشعري من اليمن، من أهل اليمن، جاء إلى المدينة وأسلم. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط المدينة. واضح؟ حائط يعني بستان. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام لبستان، يتمشى بالبستان وليقضي حاجته لكي يتبول عليه الصلاة، يبول وعنده ماء يتوضأ منه، فخرج إلى الحائط ثم دخل. لما دخل إلى الحائط أبو موسى خشي أن يأتي الناس ويدخلون على الرسول وهو يتبول عليه الصلاة والسلام، أو يكون نائم يرتاح، يحب الرسول خلوة، يخلو بنفسه في الحائط. فقال أبو موسى: لأحرسنه اليوم، يعني سأقف على باب المزرعة لا يدخل أحد على النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ 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 ما معنى حائط؟ بستان، مزرعة. حائط يعني بستان، مزرعة. لماذا دخل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى البستان؟ للبول وللراحة والنوم. فقال أبو موسى: الآن أحرسه. قال أبو موسى: وخرجت في إثره، يعني خلفه. فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني، يعني ما أمرني في المرة الأولى، ما قال يا أبا موسى كن حارسا، ما قال له، يعني اجتهد أبو موسى فرأى الرسول يمشي فمشى خلفه. الرسول دخل في الحائط فقال: سأبقى عند الباب لا يدخل أحد، حائط محاط، الرسول ليس له مخرج إلا مع هذا الباب فقط، فقال: سأبقى في الباب لا يدخل أحد. لكن الرسول لم يأمره. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته، يعني تبول عليه الصلاة والسلام، وجلس على قف البئر. البئر يكون له مكان مرتفع، الناس يجلسون عليه وينظرون، ومرتفع، أو ينظر الماء بقي أو لا، فيأتي إلى هذا المكان المرتفع، ارتفاع يعني 50 سنتي هكذا تقريبا مرتفع، فتأتي أنت ثم تنظر إلى هذا البئر، يسمى قف، مكان مرتفع يقابله مكان منخفض، يقابله مكانا منخفضا، يعني البئر فيه مكان مرتفع قليلا يسمى قف، من أجل تجلس عليه وتنظر إلى البئر، أو تأخذ الماء، تتكئ بيدك وتأخذ الماء، مكان مرتفع، لئلا تجلس تكون واقفا تضع يدك. الرسول لما قضى حاجته جاء إلى القف وجلس، ثم رفع ثوبه إلى الركبتين وأدخل ساقيه هكذا، يعني جالس ورفع الثوب ويسعى هكذا، يعني يحرك قدميه عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، أكثر من يفكر بالرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، يحب أن يجلس معه كل يوم. فذهب إلى بيت الرسول: أين الرسول؟ قالوا: لا ندري. خرج يمشي، أين الرسول؟ يحب أن يجلس معه كل يوم. فجاء إلى عند أبي موسى
قال يا أبا موسى أين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال هو في الداخل. قال أدخل. قال لا تدخل حتى أستأذن لك. فدخل الرسول، دخل أبو موسى إلى الرسول: السلام عليكم يا رسول. عليكم السلام ورحمة الله. يا رسول الله، أبو بكر الصديق بالباب، هل آذن له بالدخول؟ قال عليه الصلاة والسلام: ائذن له وبشره بالجنة. هكذا كما جاء: ائذن له بالدخول وبشره بالجنة. فذهب أبو موسى مسرعا وقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك بالدخول ويقول بشره بالجنة. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، ففرح أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال الرسول: يا أبا موسى احرسنا. الآن أمره، قال: كن حارسا، لا يدخل أي أحد. أبو بكر دخل، والقف أيضا لا بأس يأخذ يتسع ل3، فجاء عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام، عن يمينه، فجلس ثم رفع ثوبه أبو بكر الصديق ثم أدلى رجليه هكذا، يتحدثان ويتكلمان. بعد فترة وجيزة سبحان الله عمر بن الخطاب نفس الشيء، ذهب: أين الرسول؟ أين الرسول؟ أين الرسول؟ ما جاء أبو هريرة ولا جاء عثمان ولا جاء عبد الرحمن بن عوف ولا خالد بن الوليد ولا فلان ولا فلان، هؤلاء دائما مع الرسول عليه الصلاة، يحبونه عليه الصلاة والسلام كغير من الصحابة لكنهم أكثر. فجاء عمر بحث حتى وجد. أين؟ قال أبو موسى: هو في الداخل. عمر أراد يدخل مباشرة، ما قال أدخل، قال: قف يا عمر، انتظر. الرسول قال لي: احرس الباب حتى أستأذن لك. فدخل وقال: يا رسول الله، إن عمر بن الخطاب بالباب يستأذن في الدخول، فهل تأذن له؟ قال: نعم، ائذن له وبشره بالجنة. لو كنت مكانه بشره بالجنة حي الآن، يعني سوف يمشي على الصراط المستقيم ولن يرتد ولن يكفر. هذه بشرى لعمر أنك ستعيش مؤمن، بشره بالجنة. فذهب وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك بالدخول ويقول بشره بالجنة. فدخل عمر: أين 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 أين؟ فجلس في القف أيضا عن يساره عليه الصلاة والسلام. القف الآن فيه 3 أشخاص: الرسول، أبو بكر، عمر، فيتحدثون ويتكلمون. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه يبحث أين؟ فقالوا: في المكان الفلاني رأينا عمر. أبو بكر دخل فذهب عند أبي موسى فقال: يا أبا موسى أين رسول الله؟ قال: في الداخل. قال: أدخل؟ قال: لا، حتى آذن لك. فدخل قال: يا رسول الله، إن عثمان بالباب، هل تأذن له بالدخول؟ اسمعوا ماذا قال. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه، يعني مع مصيبة تصيبه. نعم، بشره بالجنة، لكن قبلها، قبل الدخول، قال: مع بلوى تصيبه، أي ابتلاء ومصيبة تصيبه. فعثمان سمعها ودخل. عثمان يا أخواني شديد الحياء، يستحي من كل شيء، حتى قيل بأنه لم ير عورته قط. يغتسل بلباس، ما يتعرى، يغتسل بلباسه، ليس كل لباسه، ينزع كثير يبقى بقية، ويغتسل وعليه لباس، ما رأى عورته قط حياء من نفسه. هذا عثمان بن عفان. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في القف رافعا ثوبه، دخل أبو بكر الصديق، الرسول ما تغير، ما ستر. دخل عمر، الرسول ما ستر. لما رأى عثمان، الرسول استحى من عثمان فأنزل ثوبه هكذا. فقال عمر: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ تستحي من عثمان؟ طيب وأنا أبو بكر الصديق؟ سبحان الله العظيم. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ والله إن رسول الله يستحي من عثمان، لأن عثمان يستحي من نفسه ويستحي من الله، حتى أن الملائكة تستحي أن تدخل على عثمان بن عفان في حال
يعني التعري. ما رأى عورته قط رضي الله عنه. قال مع بلوى تصيبه. عثمان دخل، فلما جاء إلى البئر المكان القف مليء، فعثمان جلس بالمقابل في المكان المنخفض بالمقابل. يقول سعيد بن المسيب تابعي من كبار التابعين وكان معبرا للرؤى، قال فأولت هذا، عبرته قبورهم، أولته قبورهم، الرسول قبره، ثم بجانبه أبو بكر، ثم بجانبه عثمان، ثم أمامهم في البقيع، هناك في البقيع قبر عثمان. فبين قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر عثمان تقريبا ممكن يأتي 500 متر، نصف كيلو أو يزيد قليلا. يعني قبر عثمان معروف الآن في البقيع، معروف في البقيع، مكان معروف، لكنه ليس في المسجد، بعيد في المقبرة. تمشي بين المسجد والمقبرة شارع طويل، ثم تدخل المقبرة، ثم تمشي قليل في المقبرة يأتي قبر عثمان. قال سعيد فأولت ذلك قبورهم، عثمان لوحده والثلاثة مع بعض، الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو بكر، عمر بجانب بعض، ثم يأتي قبر عثمان في مكان مختلف. هذا معنى هذا الحديث. في آخر الحديث يقول، آخر الحديث السطر قبل الأخير، قال دلاهما في البئر. واضح؟ واضح؟ قال أبو موسى فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. ما معناها؟ أبو موسى يقول جاء أبو بكر فقال الرسول دعه يدخل وبشره بالجنة، ثم بعد فترة جاء عمر فقال دعه يدخل وبشره بالجنة، كل من دخل بشره بالجنة. جاء عثمان فقال بشره بالجنة. أبو موسى يقول أتمنى أن يأتي أخي فلان إلى هنا، والرسول يقول دعه يدخل وبشره بالجنة، لكنه ما جاء أخوه. اليوم يوم البشائر، فأبو موسى يقول ليت أخي يأتي، والرسول يقول ابشر بالجنة، لكنه يقول لكن أخي ما جاء هذا اليوم، ما جاء، هو إن شاء الله في الجنة لكنه ما جاء ليقول دعه يدخل وبشره بالجنة. سبحان الله العظيم، هذه بشرى لهؤلاء. قال وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم، اجتمعتا هنا وانفرد عثمان. الذي يليه سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا. يا أخوان انتبهوا لهذا الحديث. قيل لأسامة، من أسامة؟ ابن زيد، اكتب عندك، لأسامة ابن زيد، لأسامة بن زيد. قال بعض الصحابة والتابعين لأسامة بن زيد ألا تكلم هذا. من هذا؟ من هذا؟ ها؟ عثمان بن عفان. ألا تكلم هذا، يعني تكلم عثمان بن عفان رضي الله عنه. أيها الإخوة الكرام، عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أصبح خليفة للمؤمنين أصبح يضع بعض الولاة في أماكن، يضع بعض الولاة في أماكن، في مكة وفي المدينة وفي الكوفة وفي البصرة وفي الشام وفي مصر. يضع هناك بعض الرجال الذين عثمان وضعهم رجال فيهم فسق، لكن فيهم يعني إمرة، يعني جيد في الإمارة، لكن في الديانة ضعيف. بعض الناس قد يشرب الخمر وقد يفعل محرمات، لكنه في إدارة الأمور يدير جيد، يعني يحسن للآخرين ويسيء لنفسه. عرفتم؟ يعني مع الآخرين جيد ويسيء البلد يقود، لكنه في نفسه فيه فسق، ضعيف الصلاة وضعيف في العمل. فعثمان يرى من يسوء يختاره ولو كان في شيء من مقارفة الخطأ. عثمان ولى الوليد بن عقبة، عفوا ولى الوليد بن عبد الملك، ولاه ولاية. وكان الوليد أحيانا يشرب النبيذ الخمر، عفوا اسمه الوليد بن عقبة، اسمه الوليد بن عقبة،
ولاه عثمان. الوليد هذا أخو عثمان من أمه، ويشرب الخمرة، وأحيانا يصلي بهم. فمرة صلى بهم الفجر، كم الفجر من ركعة؟ ركعتين صلى بهم وهو ما زال لم يصحو من خمره. قال بعد ركعتين: أزيدكم أخرى ركعتين، يعني أصلي بكم الفجر 4 ركعات. يقوله على سكره. فهؤلاء يقول: يا أسامة، عثمان كان يحب أسامة بن زيد محبة شديدة، وكان يدخله كثيرا من خاصته. أسامة يأتي لعثمان يدخل من غير استئذان، كان يقدره ويجله عثمان ويحبه. فهؤلاء يقولون: أنت يا أسامة عثمان يحبك ويقدرك ويجلك، ألم تأمره بالمعروف وتنهه عن المنكر؟ فيعزل الوليد بن عقبة. أنكروا على أسامة: يا أسامة، عيب عليك أن تدخل عند عثمان ويحبك ثم لا تنكر. فيقول أسامة: سبحان الله، كل ما أنكرت على عثمان أقول: تعالوا اسمعوا بأني قد أنكرت. هل تتوقعون أني ساكت لم أنهى عثمان عن ذلك؟ لقد تكلمت وتكلمت بخفية. ليس من الحسن أن أنكر عليه أمام الناس. يا أخوان، الإنكار على ولي الأمر علانية خطأ كبير. يقول: هذا عثمان خليفة لنا، ولو أنكرت عليه علانية لصارت مصيبة. تحبون أن أقول أمام الناس لماذا ولماذا؟ لابد تكون له هيبة، وإن كان خطأ تصحيح الخطأ يكون سرا، وتقديره يكون جهرا، بالجهر أقدره لأنه خليفة، لكن في السر لا بد أن أنصحه. أكلما أنصحه أعلمكم؟ والله لقد نصحته ونصحته بيني وبينه، وهذا هو العقل، ولا أنصحه أمام الناس. يقول: لا أفتح بابا جديدا. أسامة يقول: إلى يوم هذا ما رأيت صحابيا ينكر علانية. أتريدون أن أكون أنا الأول في الإنكار علانية على ولاة الأمر؟ انظر ماذا يقول أسامة رضي الله تعالى عنه. هذا معنى كلامه. يقول أسامة رضي الله عنه: يا أسامة، ألا تكلم هذا، يعني عثمان؟ قال: قد كلمته، يعني قد نصحته في الوليد وغير الوليد، أنصحه ما دون أن أفتح بابا، يعني أنصحه سرا دون أن أفتح الباب لتسمعوا ماذا أقول. أكون أول من يفتحه؟ يعني تريدون أن أنصح علانية فأكون أول من يصنع هذا الخطأ؟ وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير. يعني لا يمكن إطلاقا أن أنصح رجلا قد أخطأ وأقول أنت أفضل الناس، فأثني على ولي الأمر. ولي الأمر أنا لا أداري وأكذب عليه فأقول أنت أحسن الناس، بل أقول: يا عثمان، هذا خطأ وهذا خطأ. لا أقول أنت جيد ووضعك صح وأنت وضعت الرجال المناسبين في المكان المناسب، لا، ما قلت هذا. أن لا أحب أن أثني على من يخطئ. عثمان قد أخطأ وأنصحه سرا، ولست ممن يدخل على هؤلاء فيثني عليهم ولا يخبرهم بأخطائهم. هذا يقول: وما أنا بالذي أقول لرجل، يعني لخليفة، بعد أن يكون أميرا على رجلين فأكثر أنت خير. بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار، كما يطحن الحمار برحاه. عرفتم كيف؟ الآن نحن في البلاد، وقد يكون هنا الله أعلم، يأتون بالقمح والشعير وفيه حبه، كيف يفصل؟ يجعلونه في الأرض مفروشا وفي الوسط عمود، ثم يربط حبل فيأتي بالحمير، يربطون الحمير ربطا، فالحمير تمشي بأقدامها تطأ الشعير حتى يفصل الحب عن القشر، فإذا جاءت الريح تأخذ بالقشر ويبقى الحبوب فيأخذونها. فالحمير تدور مكان واحد هكذا، تدور على العمود وتطأ. يقول عمار: ما أنا بمثل هذا الحمار،
الذي يدور مثلما رجل كان في النار تنطلق أقتابه، يعني أمعاؤه قد خرجت مثل الحبل، وهو يدور حول أمعائه هكذا يدور بالنار، والناس من حوله يقفون يقول أنت كنت تأمرنا بالخير وتنهانا عن الشر، فكيف الآن أنت معنا بالنار؟ كيف تكون معنا بالنار وأيضا تدور في أمعائك كما يدور الحمار في رحاه؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف لكن ما أفعل، وأنهاكم عن المنكر فأفعل، فأنا وإياكم الآن في النار. أسامة يقول أنا لا أكون مثل هذا الرجل الذي يأمر ولا يفعل وينهى ويفعل. لقد أنا سمعت رسول يقول لابد تنهوا عن المنكر. دخلت على عثمان لم أسكت أنا، بل نهيته سرا ولم أنهه جهرا. كنت آمركم بالمعروف وأفعله، وأنهاكم عن المنكر وأبتعد عنه، آمركم أن تنصحوا وأنا أيضا أنصح. ما تركت النصيحة، لأنني أخاف لما قال الرسول بأن هناك رجل عنده علم كان يأمر ولا يفعل وينهى ويرتكب، فيوم القيامة في النار أصبح يدور على أمعاؤه كالحبال ويدور في النار والناس يرونه مستغربون، كيف هذا طالب العلم سبحان الله في النار وأيضا أمعاؤه في الخارج ويدور حولها؟ لماذا؟ لأنه كان لا ينهى عن المنكر. يقول أسامة والله لقد كنت أحثكم على النهي عن المنكر وأنا أيضا أفعله، أذهب إلى عثمان وأنهاه عن المنكر، فما كنت أقول انهوا عن المنكر وأنا ما أنهى، لا، أنا لا يهمني عثمان خليفة نعم، لكن لا أثني عليه خيرا، أقول فيه خير وفيه خطأ، وخطأه لا بد أن أنصح، لكن أنصح سرا وليس علانية، لا على المنبر في يوم الجمعة وأقول هذا الأمير بالنباغ فيه وفيه خطأ، أو في التلفاز أو في الجريدة أو في الدروس هذا رئيس الشرطة فيه وفيه. إذا كان في أخطاء اذهب إليه، فإنه يقبل منك سرا ما لا يقبل منك جهرا، أليس كذلك؟ وأنت أيضا أنت تحب أن يأتي إنسان إليك سرا ولا يأتي لك جهرا، فكيف لا ترضى لغيرك؟ فلا بد ما ترضاه لنفسك أن ترضاه. يا أخواني هذا أسامة يربينا تربية حقيقية. كل من أنكر علانية على حكام أو شيء نقول هذا فعل صحابي وأرشده الرسول عليه الصلاة والسلام. إن أحب الحمد لله، ما أحب يترك حتى يكون مثل ذلك الرجل الذي تندلق أقتابه ثم يدور على الرحى، لأن هذا يفتح باب فتنة على الناس. إن فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. كم بقي على الأذان؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.